في ملخصنا النهاردة هنشوف ايه اللي هيحصل بعد ما تعرف أصلي إن خطيبة محمد عايشة معاهم في نفس البيت، ويا ترى ده هيأثر على حاجة، خصوصا إن ده يوم فرحهم. أو ممكن تفكر أصلي إنها تسمع لكلام أمها وتتراجع عن الارتباط بمحمد. هنشوف كل ده في ملخصنا، فتابعونا للنهاية. واللي ما شافش الحلقات اللي فاتت هيلاقيها في أول تعليق مثبت تحت الفيديو. ما ننساش نحط لايك ونعمل شير للفيديو ونشترك ونفعل جرس التنبيهات لو أول مرة تشوفونا. أو اللي ما شافش الحلقات اللي فاتت هيلاقيها في أول تعليق مثبت تحت الفيديو. بتبدأ الأحداث بخديجة اللي بتعرف أصلي إنها خطيبة محمد السابقة، وبتتصدم أصلي لما بتعرف إن هم عايشين في نفس البيت، أو إنها هتتجوز محمد وتعيش معاهم كمان. أو مش بس كده، طول اليومين اللي فاتوا محدش فيهم اتكلم ولا قال إن كان في حاجة بينهم. وكمان مستغربة من تقبل خديجة الوضع ده، وبتروح تجري أصلي على درجها وتطلع الحلق أو تسألها إزاي وصل الحلق ده لأوضة محمد. لكن بتحاول تنكر خديجة كنوع من التمثيل، لكن مع ضغط أصلي بتقولها إنها راحت له بنية سليمة علشان تطمن عليه، علشان كان حزين بسبب فسخ خطوبتهم. وطبعا بتتضايق أصلي، لكن خديجة بتعتذر لها إنها ضايقتها وبتسيبها وبتخرج وهي فرحانة علشان دمرت فرحتها. بتتوتر أصلي ومش بتعرف تعمل إيه، وطبعا موضوع زي ده مش سهل أبدا. فبتاخد فردة الحلق وبتطلع بسرعة على أوضة محمد، اللي بتلاقي أخوه جوه الأوضة. فبتقول لمحمد إنها عايزة تكلمه. بيطلب من سلوك يخرج وبيسيبهم، وبتقوله الحلق ده بتاع مين. طبعا محمد ما يعرفش حاجة أو ما يعرفش حلق مين. بتقدم فتوش المشروبات للمعازيم، أو بيستقبل ضياء وسحر الناس المعزومين كلهم، وبتسأل سحر عن سبب تأخير نزولهم، وبتكون عايز تطلع لهم تشوفهم، لكن بتمنعها بيستا أو بتقول لها إن هي اللي هتطلع بنفسها تشوفهم. بتطلع بيستا للأوضة، فبتلاقي سلجوك واقف بره على الباب، أو بيقول لها إن هما جوه بيتخانقوا. فبتقوله إنها تدخل لهم، لكن سلجوك بيمنعها وبيطلب منها تسيبهم لوحدهم وهم هيخرجوا. لكن بتطلع سحر وراها، أو بتحاول تدخل لهم وبيمنعها سلجوك، فبتسيبه وبتنزل. بيحاول محمد يفهم إيه اللي حصل، فبتعرفه إنها بتتكلم عن خديجة اللي هم عايشين في بيت واحد. وطبعا بيتصدم محمد من كلامها. بيمنع مليح أمه من إنها تروح الحفلة علشان ما تعملش حاجة تندم عليها، لكن هي بتقوله لأ. وبتنزل آلاء من العربية علشان تدخل لهم، وطبعا الموضوع تقيل على قلبها وصعب جدا. أو بتشوفها خديجة من الشباك، أو بتوصل لحد باب البيت. بيتجادل محمد مع أصلي وبيقول لها تخلي بالها من كلامها أو إنها ما تعديش حدودها. لكن طبعا أصلي بتتعصب أكتر وبتقوله يعني هيعمل لها إيه، وبتطلب منه يفهمها هي كانت بتعمل إيه في أوضته. فبيسكتها محمد وبيقول لها إنها تسمعه، وبيبدأ يقول لها إن خديجة مستنياه ولسه عايزاه. طبعا بتتصدم وبتقوله إزاي ما يقولش حاجة زي كده، أو إزاي هتعيش أصلا معاهم في نفس البيت. لكن بيقول لها إن هو هيحل الموضوع وإنها تثق فيه أو ما تتهموش بالظلم. بتوصل آلاء البيت، لكن مش بتقدر ترن الجرس، أو بترجع تاني علشان تروح. لكن بتنادي عليها خديجة أو بتعرفها على نفسها، لكن آلاء بتقول لها إنها مش مهمة تعرف هي مين. أو بتيجي ماشية فبتنادي عليها وبتقول لها إنها هتساعدها. فبتسألها آلاء إزاي، فبتقول لها تدخلها من باب البيت بتاعها ومحدش هيشوفها، وتقدر تشوف بنتها براحتها وتمشي من غير ما حد يشوفها. فبتفرح آلاء من عرضها. بيصالح محمد أصلي، وبيقول لها إن هي قصدها تعمل كده علشان تفرق بينهم، وإن هما هيواجهوا مشاكل كتير ومحتاجين يقفوا جنب بعض. وبيطلب منها تمسك إيده وتخليها معاه. بتمسك إيده وبيخرج بيها، وبتظبط لها بيستا الفستان علشان ينزلوا. بيظهروا للناس، وطبعا سحر بتتضايق أول ما بتشوف فستان أصلي وإنها نفذت اللي في دماغها. وبتطلع خديجة تبص عليهم، أو مش بتستحمل طبعا. بتتفرج عليها آلاء من غير ما حد يشوفها، وطبعا متأثرة جدا إن بنتها في يوم زي ده أو مش قادرة تكون معاها. أو بتبدأ تشوف نفسها مكانها. بتتأثر جدا، والموضوع حقيقي صعب عليها نفسيا. بتنزل أصلي ومحمد وسحر طبعا متضايقة من منظر الفستان، والناس اللي حواليهم بيتكلموا على الفستان، وبيدخلوا يقعدوا قدام المأذون. وبيبدأ المأذون يقول لهم إن هم لازم يقولوا رغبتهم شفهيا قدام الموجودين، وبيسأل أصلي إذا كانت موافقة ولا لأ، وطبعا بتوافق. وبتتضايق آلاء جدا، وبيسأل محمد اللي أكيد بيوافق. وبتنهار خديجة وبتطلع تجري على بيتها. بيبدأ المأذون يكتب كتابهم بحضور الشهود، وبتدخل خديجة تدور على آلاء مش بتلاقيها، أو بتبص من الشباك بتلاقيها خارجة. بتخرج آلاء وبيقابلها مليح، أو بيقول لها إن أكيد أصلي فرحت بوجودها، لكن ما بتردش عليه وبتمشي. بتغير أصلي هدومها، أو بيخرجوا برا للناس يسلموا عليهم، أو بتفضل تحضن أختها وتشكرها إنها جت في يوم زي ده أو ما سابتهاش لوحدها. أو بياخدها محمد بالعربية وبيخرجوا، أو بتشوفهم آلاء وهم خارجين، فبتؤمر مليح إن هو يروح وراهم بالعربية. بياخدها محمد للفندق، وبيكون صحابها هناك، وبتفرح جدا بوجودهم. لكن محمد مش بيرتاح لهم،
خصوصا إن هما لسه مراهقين كلهم وبيطلبوا من أصلي تيجي معاهم يحتفلوا، خصوصا إنها عملت كل حاجة بسرعة. لكن محمد بيعتذر منهم، لكن هما بيصمموا أو بياخدوها وبيدخلوا جوه، بيدخلوا المكان أو بيقدموا له يشرب، لكن هو بيرفض. وبتبدأ أصلي تطلب منه يقوم يرقص معاها، لكن بيرفض برضه. فبتفضل ترقص وهي جنبه، لكن بييجي صحابها ياخدوها ويرقصوا معاها. طبعا بيتضايق محمد من الحركات دي أو مش بيقدر يستحمل وبيقوم يدخل الحمام. بتقعد آلاء في البار بعيد تشرب، أو بيحاول الجرسون يقول لها ما تشربش كتير علشان غلط عليها، لكن بتزعق له وبتقول له ملوش دعوة. بيدخل محمد الحمام وبيغسل وشه وهو متضايق، وبتاخد بالها أصلي إن هو مش موجود، فبتروح وراه وبتقف تستناه لحد ما يخرج، وبتبدأ تسأله ماله، وهو بيقول لها إن هو عايز يبقوا لوحدهم مش مع أصحابها. بتروح مع الأوضة وبتبقى متوترة جدا، وبتكون آلاء طالعة لهم وهي سكرانة وبتفضل تخبط جامد على الباب. بيروح يفتح محمد، بيتفاجئوا بيها داخلة عليهم، وطبعا بتدخل تلوم في أصلي إنها بعدت وهربت منها علشان خاطر رسالة، أو بتقول لها إنها كانت عايزة لها الخير. لكن بتبدأ أصلي تتعصب عليها من الكلام وبتطلب منها تخرج بره الأوضة. بتقوم آلاء وبتقول لها إنها مش بنتها من النهاردة، وبتخرج تقف قدام الباب. بيطلع وراها محمد يقول لها تروح البيت، أو بيسألها عن السواق بتاعها، لكن بتزعق له وبتقول له مليح مش السواق بتاعي. فبيقول لها إنها تروح على أي حال، لكن بتفضل تقوله إن هو ما يعرفش حاجة عن عيلته أو مش هيعرف يحميها منهم. أو بتسيبه وبتمشي، أو بتنزل تلاقي مليح مستنيها، فبتزعق له وبتقول له يمشي ويسيبها هو كمان. بيدخل محمد لأصلي وبيحاول يهديها ويطمنها من اللي حصل. بيطلع النهار، أو بتصحى آلاء مصدعة جدا، أو بتروح بيستا البيت لأمها اللي بتبدأ تسألها إذا راحت الحفلة لأختها، لكن طبعا بتنكر بيستا أو بتقول لها إنها ما راحتش. فبتتعصب عليها آلاء وبتقول لها إنها بتكذب. بتفضل آلاء تزعق في بنتها وإن أي أم مكانها هتعمل كده، لكن هي عمرها ما هتحس بكلامها علشان ما بتخلفش. طبعا الكلمة صعبة جدا على بيستا وما بتقدرش تستحمل، وبتجري على الحمام تقفل على نفسها وتفضل تعيط. بيحاول محمد يخرج أصلي من المود، وخصوصا إنها متوترة جدا بسبب اللي حصل من أمها، وبياخدها يفسحها، وبيفضل يحكي لها روايات عن الأماكن، وبيسألها عن الرسالة اللي اتكلمت عليها أمها امبارح، لكن بتقوله إنها ما تعرفش حاجة وإنها أصلا ما فهمتش كلام أمها. بيتصل سلجوق بمحمد وبيقوله إن هو عايزه بخصوص الورق علشان يمضيه، فبيقوله ماشي، وبيقول لأصلي إن هو هيرجعها البيت الأول ويروح الشركة يشوف الشغل اللي وراه. فبتوافق وبياخدها وبيروحوا. بتخرج بيستا من الحمام تاخد حاجتها، أو بتحاول آلاء تقول لها إنها ما تقصدش حاجة، لكن طبعا بيستا زعلانة جدا، أو بتقول لها إنها شخص وحش جدا وإنها ولا بتحبهم ولا أي حاجة من اللي هي بتقولها. أو بتمشي بيستا وبتسيبها وهي منهارة من اللي هي عملته. بتطلب سحر من فتوش تيجي وراها، أو بيطلعوا أوضة أصلي وبتفتح سحر الدولاب، أو بتاخد الفستان اللي كانت جايبه لها، أو بتقول لفتوش تروح بيه على الجنينة. أو بتوصل أصلي وبتقابلها سحر، أو بتقول لها مفيش داعي تقلعي الجزمة علشان هتيجي ورايا على الجنينة. أو بتمشي فعلا تروح وراها، فبتلاقيها ماسكة الفستان من فتوش ورميته في النار قدامها. وأصلي بتتوتر جدا وبتتضايق، لكن بتعتذر من سحر وإنها ما كانتش تعرف إن موضوع الفستان ده هيضايقها قوي كده. لكن سحر ما بتهتمش وبتقولها تخلي بالها من لبسها علشان هي دلوقتي بقت ست متجوزة. أو بتسيبها سحر وبتمشي. تدخل أصلي البيت وهي متضايقة، وبتيجي طالعة فبتنادي عليها خديجة وبتقول لها إنها سمحت لأمها تدخل تشوفها وإنها جات لها يوم فرحها. أو بتحاول خديجة تمثل الحب الأصلي وإنها عايزة تتصالح معاها أو ما يكونش في بينهم حاجة. أو بتمد إيديها علشان تسلم عليها، لكن بتقف أصلي تبصلها وبترفض تمد لها إيديها. أو بتمشي وبتطلع أوضتها. أو بتكون أصلي فرحانة إن أمها جات اليوم ده. بيروح محمد الشركة وبيجيب خاله المكتب، وبيقولوا إن هو عايزه في موضوع مهم، وإن هو عايزهم ينقلوا في بيتهم القديم علشان بعد جوازه مش هينفع يقعدوا مع بعض. بيسألوا نفزة إذا كان القرار ده لوحده ولا في حد تاني خد القرار معاه من البيت. فبيقول له محمد إن هو مش محتاج ياخد القرار من حد، أو بيسيبه نفزت وبيخرج وهو متضايق. وبيروح نفزت لسلجوق وبيفضل يضايقه بالكلام، وبيقولوا إن هم مش بيعملوا له حساب في الشركة، أو بيخلي سلجوق يتضايق ويقولوا إن هو ما يفرقش عن أخوه في حاجة، بل هو أحسن منه. أو بيقول له سلجوق إن هو هيتكلم معاهم في الموضوع ده تاني. بتروح سودا معرض آلاء، ودي صاحبتها من زمان، وبتفرح آلاء جدا بزيارتها. أو بتبدأ سودا تقول لها إنها سمعت كلام من المدرسة يخص بنتها وإنها هربت واتجوزت السواق، لكن طبعا آلاء بتنكر كل ده، أو بتمثل عليها إن بنتها اتجوزت برضاها. أو مش بس كده، دي متجوزة صاحب أكبر شركة مواصلات وراجل وسيم جدا، أو بيحبها جدا وهياخدها ويسافروا علشان بيعمل استثمارات برا البلد. بتستغرب سودا منها وبتقول لها إنها غيرت تفكيرها كتير، فبتقول لها إنها بتحب تفكر برا الصندوق
وتكون مختلفة، وإن أهم حاجة عندها بنتها فرحانة وبتحب جوزها وبتفضل تتغزل فيهم. بيخرج نفزت من الشركة وبيتصل بسحر يقول لها إن هو عايز يكلمها في موضوع مهم، وبتروح آلاء لعيادة بيستا، وطبعا بيستا بتكون زعلانة منها، لكن آلاء بتتعامل طبيعي وبتقول لها إنها فهمت غلطها وحابة تعمل حفلة لبنتها ومحمد بكرة بالليل في البيت عندها. طبعا بتستغرب منها بيستا، لكن بتقول لها إنها هتتصل بأختها وتقول لها. بتصحى أصلي ترقص في الأوضة، وفجأة تليفونها بيرن وبتطلب منها بيستا إن هما يتقابلوا. بيروح نفزت البيت وبيقعد مع سحر وبيقول لها إن محمد قاله على حاجة مهمة، وهي إنهم هينقلوا من البيت وما خدش رأي حد. لكن نفزت بيبدأ يقول كلام مهم قوي، والكلام ده يقصد بيه إن هو يهددها بطريقة غير مباشرة، وإنه ساعدها كتير زمان أو سرها معاه. والسر ده إن هو اللي راح إدى الجواب لآلاء زمان لما كانت مستنية ضياء يجي. يعني تقريبا سبب البعد اللي بين ضياء وآلاء هي سحر، وإنها هي اللي كاتبة الجواب علشان تبعدهم عن بعض، وضياء ما يعرفش حاجة عنه. طبعا سحر بتفهم تهديده، وهو بيقول لها إن هو بيقول لها كده لأنه ساعدها كتير أو ما تخلاش عنها. وبيمشي من البيت، بيتجمعوا ياكلوا بالليل، وبتفضل سحر تبص لأصلي علشان لابسة تيشيرت قصير وبطنها باينة، وبتفضل أصلي تداري بطنها على قد ما تقدر، وبتبدأ تقول لهم إنها عايزة تقول حاجة، وهي إن أمها عازماهم عندها بكرة في البيت علشان عاملة لهم حفلة. طبعا ضياء بيقول لها إن هو متفهم ده، لكن أمها ما كانتش لطيفة الفترة اللي فاتت معاهم، أو إنها المفروض تجيلهم البيت بنفسها وتعزمهم. بتقعد قلق تجهز الحفلة وطلباتها، وفجأة بتلاقي أصلي بتتصل بيها وبتقول لها على اللي قاله ضياء، وطبعا كبرياء آلاء ما يسمحش تعمل كده أو بتشخط فيها وبتقفل السكة. بتروح سحر لضياء وبتقوله إنها عايزة تحكي له حاجة مهمة، وهي إن محمد طلب من نفزت ينقله من البيت، وبيستغرب ضياء وبيقول لها إن هو هيتكلم معاه. بيطلع النهار وبتوصل آلاء لبيت ضياء، وبتبدأ كلامها بالاعتذار عن اللي حصل وإنها جاية تعوض ده. بتطلب منهم إنها تتكلم مع أصلي على انفراد، فبتطلع أصلي على أوضتها وبيطلب محمد منها يوصلها، وهو بيقول لها إنها ما تحاولش تزعل أصلي علشان لو عملت كده مش هيخليها تشوفها تاني. فبتقوله إن أصلي محظوظة بوجوده معاها، وبتسيبه وبتدخل لبنتها، وبتدخل تحكي لها أصلي عن موضوع الرسالة، وبتقول لها إيه موقف محمد لو عرف بيها، وممكن يسيبها ويحصل بينه وبين أبوه مشاكل، وممكن يسيبوا بعض. بيبان كأن آلاء بتهددها، وطبعا بتتوتر أصلي من كلامها وبتخاف فعلا لا تقول لمحمد، وبتطلب أصلي من محمد يوصلها لأختها، وبتروح لها وبتحكي لها اللي حصل وإنها قلقانة. وبرضه بيستا بتكون عندها نفس القلق، لكن بتطمنها وبتقول لها إن أمها بتهددها بس علشان تعوض اللي حصل. بيدخل سلجوك لمحمد بيحاول يكلمه بخصوص إن هما مش مدينه حجمه في الشركة، بيعتذر له محمد بيقوله إن في حاجات مش هيقدر ياخد فيها القرار. بيقوم سلجوك وبيخرج، بيلاقي نفذت بيحاول يفهم منه حصل إيه، فبيقوله اللي حصل جوه وإن هو اعتذر له بس. وطبعا بيمشي وهو متضايق علشان مش عارف يعين السواق لحد دلوقتي. بتجيب خديجة صور العيلة لسحر زي ما طلبت منها، وبتحاول تفهم هي طلبته ليه، لكن سحر بتقول لها ما تسألش تاني. بتجهز أصلي ومحمد بيحاول يطمنها إن اليوم هيعدي على خير أو مش مستاهلة تتوتر. بيجهزوا كلهم وبيروحوا على بيت آلاء، وطبعا بيتفاجئوا من جمال البيت، وصحاب أصلي كمان بيكونوا هناك بيفضلوا يهزروا ويضحكوا معاها، ومحمد بيكون متضايق. بيروحوا يتصوروا، فبيلاقي محمد إن صاحبها حاطط إيده عليها، وطبعا بيغير وبيتضايق، وبتحاول أصلي تفضل معاه علشان بتاخد بالها إن هو متضايق. بتلاحظ سحر نظرات ضياء لآلاء، وأول ما بتلاقي آلاء دخلت جوه البيت بتدخل وراها وبتقول لها إنها جابت لها هدية جميلة علشان تقربهم من بعض. بتفتح آلاء الهدية بتلاقيها ألبوم، فبتقول لها سحر إن دي نسخة من ألبوم الصور بتاع العيلة، وحبت تديهولها علشان تتفرج على اللحظات الجميلة بتاعت عيلتهم من أول ما اتجوزت هي وضياء، وإنها شايفة إن آلاء عايشة وحيدة بعد ما ولادها هربوا منها، فهي حابة تونسها بألبوم الصور. بتشكرها آلاء على الهدية من ورا قلبها طبعا، وبتسيبها سحر وبتمشي وبتخرج لجوزها وولادها، وبتقول لضياء إنها اديتها الهدية وفرحت بيها جدا. بتنتهز خديجة إن هما مش في البيت، وبتطلع أوضة محمد وأصلي، وبتدخل تقعد على السرير وهي حزينة طبعا لأن ده كان حلمها إنها تبقى مرات محمد. فجأة بتطلع سحر في إيديها وبتشيله ورا السرير بسرعة، والسحر ده أمها هي اللي عاملاه لها علشان تحطه لهم في الأوضة علشان يفرقوا ما بينهم. بتاخد أصلي أختها بيستا وبتطلع بيها على الأوضة، وبتبقى متوترة جدا من أمها وحاسة إنها هتبوظ الحفلة النهاردة، وأختها بتحاول تطمنها بس برضه بتبقى خايفة ومش واثقة من رد فعل أمها. وبتطلع آلاء تجيب الجواب اللي كان بعته لها ضياء علشان تقراه في الحفلة قدامهم كلهم. بتنزل من فوق بتلاقي أصلي واقفة مع محمد،
فبتروح تكلمهم وهي ماسكة الورقة في إيديها وبتقول لهم تعالوا علشان عايزة تقول لهم على حاجة. بيجتمع كل الموجودين علشان يسمعوها، وبتروح أصلي تقف جنب أختها وهي خايفة جدا، وبتبتدي آلاء تقول لهم إنها ما بتعرفش تتكلم قدام عدد كبير، علشان كده كتبت الكلمتين اللي هتقولهم دلوقتي. وبتبدأ تقرأ أول جملة من الجواب اللي كان بعته لها ضياء. وحالة من التوتر بتنتشر في المكان بين أصلي وبيستا، لكن بيحصل حاجة غير متوقعة، وهي إن آلاء ما كانتش بتقرأ من الجواب، وكانت قاصدة تقول أول جملة من الجواب علشان تخوف بنتها. وكملت باقي الجواب بإنها بتتمنى لها الخير. وبيخلص الموضوع. بيستأذن ضياء من سحر إن هو يدخل الحمام، وطبعا بتشوفه آلاء وهو رايح وبتطلع وراه. بتاخد بالها سحر من آلاء وهي طالعة على السلم ورا جوزها، وبتاخد بالها بيستا من أمها وضياء. ولما بتلاقي سحر طالعة وراهم بتشدها وبتحاول تمنعها وتقول لها إنها مش راضية تاكل ليه. وطبعا سحر بتحاول تتهرب من الكلام معاها علشان تطلع، لكن بتفضل بيستا تسألها عن روتين بشرتها. بيطلع ضياء الحمام وبيدخل وهو بيفكر في آلاء، بيلاقي البرفان بتاعها فبيرش منه وبيفتكر ريحتها زمان. بيطلع بره الحمام بيلاقيها جاياله، بتقف قدامه وبتسأله هيفضلوا يمثلوا لحد امتى، وكأن مفيش حاجة بينهم خالص، وإن أصلا الماضي اللي بينهم كبير قوي. فبيقول لها إن هو ما يستحقش إن هما يفتكروه، فبتقوله ليه لأ. بتطلع أصلي وراها وبتلاقيها واقفة معاه وبتكلمه، أو بتشوفها آلاء أصلا، لكن بتكمل كلام مع ضياء وهو بيقول لها إن هم خلاص بقى عندهم ولاد وأسرة. لكن آلاء بتقرب منه وبتقوله إن مفيش مانع قدامهم. أصلي بتشوف أمها وهي بتتعمد تقرب من ضياء، أو بتبقى متضايقة جدا أو مش متخيلة تشوفها بالشكل ده. سحر بتقول لبيستا إنها هتجيلها بعدين علشان عمليات التجميل وبشرتها، وهي مضطرة دلوقتي تروح الحمام. أو بتسيب بيستا وبتطلع، وطبعا بيستا مش بتقدر تمنعها، أو بتبقى خايفة تشوفهم مع بعض. بتطلع سحر على السلم وبتفضل أصلي تبص على أمها. يا ترى سحر هتعمل إيه لما تشوفهم مع بعض، وموقف آلاء إيه قدام أصلي اللي شافتها، وعلاقة ضياء بآلاء هتتجه في أنهي اتجاه؟ هل هيرجعوا حبايب تاني ولا هيحصل إيه؟ ده اللي هنشوفه في الملخص اللي جاي، فتابعونا. اكتبوا لنا رأيكم في التعليقات، وعايزين الملخص اللي جاي إمتى. ما ننساش نحط لايك ونعمل شير للفيديو، ونشترك ونفعل جرس التنبيهات لو أول مرة تشوفونا. واللي ما شافش الحلقات اللي فاتت هيلاقيها في أول تعليق مثبت تحت الفيديو. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't